اهلا بكم اعزائي المشاهدين وفيديو جديد من كريزي كوره. المنتخب المصري يحلم بالصعود الى كأس العالم 2026 في امريكا وكندا والمكسيك، يفوز على اثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء. احرز الاهداف عمر مرموش ومحمد صلاح من ركلتي جزاء. ان شاء الله تكون بدايه موفقه ونصعد باذن الله يوم الثلاث امام بوركينا فاسو بفوز. لو فزنا باذن الله على بوركينا فاسو نصعد رسميا لكأس العالم 2026 ونحقق حلم الشعب المصري وكمان الشعب العربي كله بالصعود إلى كأس العالم 2026. حسام حسن الجريء لازم النهارده ياخد حقه لأنه مدرب فعلا جريء. النهارده نزل عمل تشكيل ويلعب الكل في الكل، لعب بتريزيجيه، لعب بصلاح، لعب بمرموش، ولعب بزيزو، كمان أسامة فيصل في رأس حربة. فكمان حسام حسن مدرب شجاع، ضغط، لعب الشوط الاول وراح بفرص كتير، ضيع فرص كتير. طبعا منتخب الاثيوبي قبل ما يكون طول ما هو النتيجه كانت تعادل كان هو عامل تكتل دفاعي وعامل القطر ورا وكان مقفل الدنيا. ضربة الجزاء اللي تريزيجيه تسبب فيها واحرزها محمد صلاح هي اللي فتحت المباراة وفتحت الجيم بشكل اكتر. كمان الشوط الثاني اللعبة نزلت حاولت ان هي تسجل اهداف تانية وممكن كان يقدر يسجله والسكور يطلع 6 أو 7، ولكن رعونة اللاعبين واستهتار اللاعبين تسبب ان المباراة تطلع 2-0 للمنتخب الوطني. ان شاء الله تكون بداية تكون موفقة للمنتخب المصري ونصعد بإذن الله لكأس العالم. ان شاء الله تكون حاجة كويسة. وكمان زي ما حيينا نحيي الفريق كله ولاعيبة النجوم المنتخب الوطني، وحيينا كمان العميد حسام حسن مدرب المنتخب، لان فرصة ان هو يمسك المدرب دي كان محتاج ان هو كمان يمسك اكتر قبل من 5 سنين فاتت او حاجة كان يستحق، ولكن هي الظروف ما سمحتش. ولكن لما تسمح ان العميد ان شاء الله يكون اول مدرب في العالم ان هو يكون يصعد للمنتخب كأس العالم كمدرب وكلاعب، ان شاء الله تكون تتكتب له في السي في بتاعه باذن الله. كمان تريزيجيه لازم يذبح، تريزيجيه معمول له كبسه، تريزيجيه لازم يذبح لانه في حاجه بينه من الكوره، رجليه معقربه. يعني تريزيجيه ضيع فرصه ما تضيعش، لو جات له مليون مره يجيبها. هو بيجيب اصعب منها وعارضه ولعبه حلوه قوي ارتو، ولكن تريزيجيه لازم تذبح. بص يا تريزيجيه، خد النصيحه دي مني، انت تروح تجيب عجل ما تاكلش منه، انت تعمل ايه بقى؟ تعمل كده لحمه راس وتشرب الشوربه بتاعتها، تشرب يا معلم شوربه الكوارع دي وتنزل الملعب، بعون الله هتلاقي نفسك فت وعمال تجيب جون في التاني في الهاتريك وهتلاقي معاك مشيت عناب. فباذن الله تكون كل التوفيق للمنتخب الوطني وخطوه مهمه نحو الصعود، وكل التوفيق لكمان للشعب